السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم لبنى إيديل. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة. اليوم جيت معكم فيديو جديد ووصفات جداد اللي هما الحلويات ديال عيد الفطر. جيت نشارك معكم هاد الحلويات البسيطة، الحلوة ديال الشكلاط والحلوة ديال الزمان راه معروفة عند الكل. ديال الهلال صراحة كتجي هشيشة وناجحة من أول تجربة، وفضلا وليس امرا عفاكم ما تنسونيش بالبصيمه ديالكم، الله يجازيكم بخير. ودابا نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله، نبداو على بركه الله بالمكونات اللي كنحتاجو في الحلوه ديال الهلال. كنحتاجو 3 ديال البيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ، وكنحتاج 2 ساشي من الخميره ديال الحلويات، وحده من سكر الفاني، وعندي 2 كيسان ديال سكر كلاصي وقبصه ديال الملح، وعندي كاس ديال الزيت كيف ما كتشوفوا، وكنحتاجو الزبده مارغرين، انا استعملت هاد النوعيه هادي، وكنحتاج معلقه كبيره ديال النشا اللي كتخلي هاد الحلوه هشيشه، وكذلك كنحتاج كاس ديال الكوك اللي حمرته من قبل وطحنته على هاد الشكل هذا، وكنحتاج الدقيق. بالنسبه للدقيق كيبقى على حسب الخليط. بسم الله، نبداو على بركه الله بالطريقه ديال التحضير. كناخذ هاد القصريه هادي كنضيف عليها الزبده مارغرين. فبالنسبه للزبده حاولوا انكم تخرجوها يعني من الثلاجه قبل باش تجيكم سهله في الخدمه. هنا كناخذ 2 كيسان ديال السكر كلاصي وقبيصه ديال الملح، وضروري سكر كلاصي. كنغربلو باش ما يبقاش ليا فيه دوك التكتلات ديالو. صافي هنايا غادي نحاول انني نخدم هاد الزبده هادي على هاد الطريقه مع سكر كلاصي، ومن بعد ما غادي نخدمها غادا نزيد معاها البيض. كنحتاجو 3 ديال البيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ. وهنايا كيف ما كتشوفوا كنزيد كاس ديال الزيت نباتيه اللي العبار بكاس ديال العنبه. صافي كنبقى مزيان كنخدم هاد الزبده هادي على هاد الطريقه هادي. صافي وكنزيد معلقه كبيره ممتلئه ديال النشا اللي صراحه كيخلي هاد الحلوه كتجي هشيشه، واخا كتبقى عندكم مده طويله كتبقى كيف ما هي. صافي هنا كنزيدو الكوك كيف ما كتشوفوا معايا. صراحه هاد الكوك هذا كيعطيها واحد المذاق خطير، وكذلك حتى اللون كيف ما غادي تشوفوا معايا في الطياب ديال الحلوه راه غادي تبان لكم اللون ديالها دايره بحال الشكل ديال الصابلي. صافي هنايا غادي نزيد 2 خميره ديال الحلويات اللي الوزن ديالهم 8 غرام، وكنعاود نخلط مزيان هاد المكونات على هاد الطريقه. من بعد غادي نبقى نضيف الدقيق دفعه بدفعه، وانا مستمره على هاد الطريقه هادي. فبالنسبه للحلوه حاولوا انكم تجمعوها غير برؤوس الاصابع ديالكم، ما تدلكوهاش حيت كتجي بحال العجينه ديال الصابلي. هذا هو القوام اللي كتكون فيه هاد العجينه هادي، وتبارك الله هاد الحلوه هادي راه كتخرج كميه كثيره. صافي هنايا العجين قسمتها على شكل قرصات اللي صغارين. صافي هنا خديت المدلك وخديت هاد البلاستيك الغذائي، كنحاول انني نحط العجين الوسط وكنبدا نسرح على هاد الطريقه هادي. فبالنسبه للعجينه حاولوا انكم ما ترقوهاش وما تغلضوهاش يعني بزاف، يعني راه مازال غادا تضاعف الحجم ديالها في الفران، وهاد الحلوه راه ما كتلصق ما والو. صافي هنايا خديت الفرشيطه كنحاول انني نشوك بها هاد العجين على هاد الشكل هذا. صراحه كيجي حتى المنظر ديالها زوين. فبالنسبه للتقطاع ديال هاد الحلوه غادي ناخذ غير كاس، غادي هو اللي باش غادي نقطع بيه على شكل هلال. وهنايا عاودت خديت القرصه الثانيه حتى هي كندير لها نفس الطريقه اللي درت القرصه الاولى. كناخذ فرشيطه وكنشوك بها العجين على هذا الشكل هذا، وكناخذ الكاس هو اللي باش كنقطع كيف ما شفتوا معايا في القرصه الاولى كيف درت ليها. صافي غادي نبقى مستمره على هذه الطريقه هذه حتى كنكمل العجين. في هذه المرحله هذه انا راني شاعله الفران باش يسخن. غادي ناخذ هاد الطاوه ديال الحلوه غادي نحطها الفوق والعافيه كتكون من التحت. فاش كطيب ليا في القاع ديالها كنهبطها لتحت كتحمر. وهنايا راني دخلتها الفران بعد ما تضاعف الحجم ديالها كتكون على هاد الشكل هذا.
صافي غادي نهبطها لتحت باش تحمر وتاخد ديال اللوين يكون غير مذهب. وهنا بعد ما خرجتها من الفران كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الحليوه هذه اللي صراحه كتجي غزاله وكتجي هشيشه ومرمله. غير جربوها وغادي تنال الاعجاب ديالكم. وفضلا وليس امرا ما تنسونيش عفاكم بالبارطاج مع الاصدقاء باش تعم الفائده. ودابا غادي ندوز باش انني نشارك معكم المكونات اللي كنحتاجو في الحلوه الثانيه. بالنسبه للمكونات اللي كنحتاجو في الحلوه الثانيه اللي هي كنغطسوها في الشكلاط، كنحتاجو 2 كيسان ديال الكاوكاو محمر ومطحون، حمرته بقشورو. وممكن تعوضوا الكاوكاو باللوز الا توفر ليكم، كيبقى على حسب كل واحد وداكشي اللي متوفر ليه. وكنحتاجو ساشي من السكر الفاني و4 ديال المعالق كبار ديال الزيت. وكنحتاج 150 غرام ديال الزبده، انا استعملت زبده مارغرين. وكذلك كنحتاجو الدقيق، فبالنسبه للدقيق كيبقى على حسب الخليط. انا هنايا عندي تقريبا 500 غرام ديال الدقيق، فالدقيق كيبقى على حسب الخليط. وكذلك كنحتاج 4 ديال المعالق كبار ديال السكر كلاصي وقبصه ديال الملح. بسم الله، نبداو على بركه الله بالطريقه ديال التحضير. كناخذ اناء، كناخذ هاد الحكاكه هادي حكيت بها انايا هاد الزبده هادي، وكنزيد عليها سكر كلاصي وقبصه ديال الملح، وكنزيد 4 ديال المعالق ديال الزيت. صافي كنخلط مزيان ديك الزبده كتولي على شكل بوماد. كنزيد عليها 2 كيسان ديال الكاوكاو اللي محمر. وهنايا كنبقى نضيف الدقيق دفعه بدفعه وانا غادا هكا. صافي من بعد ما كتجمع ليا العجين، فالعجين خاصها تكون على شكل ديال الصابلي، ما تدلكوها ما والو، غير جمعوها برؤوس الاصابع ديالكم. ومن بعد كناخد هاد البابي كويسون او البلاستيك الغذائي، استعملوا اللي توفر لكم، حطوا وسط منه العجينه وسرحوها بالمدلك. صافي هنايا خديت هاد المرشم هذا، استعملوا اي مرشم عندكم. انا خديت هذا اللي داير. تقدروا تستعملوا شي كاس الا كانت عندكم الدوره ديالو صغيره تكون على قد هاد المرشم، تقدروا تستعملوا تاني اي طابع عندكم. صافي هنايا بعد ما طبعت ديك الحلوه وريتكم السمك ديالها. هنا حاولت اني نقرب ليكم باش تشوفوا السمك ديال العجين، خاصها تكون يعني مرقيقه وما غليظه حيت مازال غادا تزاد واحد شويه في الفران. صافي هنايا غادي ناخذ هاد العجينه هادي، دوك الزوائد كنحيدهم وكنجمعهم. هنا عاودت وريتكم السمك ديال الحلوه، كنأكد لكم خاصو يكون هاد السمك هذا. صافي هنايا في هاد المرحله انا راني شاعله الفران باش ندخل هاد الحلوه هادي الطيب. بالنسبه للطياب ديالها انا حطيتها الفوق والعافيه كتكون من التحت حتى كطيب من القاع ديالها، وكنهبطها تحمر كتاخذ غير هاد اللوين هذا. هنا راه وريتكم بلي انها راه تزاد الحجم ديالها، واخا ما فيهاش الخميره راه كيتزاد الحجم ديالها. صافي من بعد كناخذ شكلاط كالا اللي درتو في حمام مريم، زدت مع واحد شويه ديال الزيت حتى داب لي الشكلاط، وكنفند فيه هاد الحليوه هادي وكنزينها على هاد الشكل هذا. تزيين زينوا بداكشي اللي عندكم اللي توفر ليكم. وهنايا وريتكم الشكل النهائي ديالها. هنا درتها في الكويغطات، ممكن ديروها في الكويغطات، ممكن تخليوها فحال هكا اللي درت انا في التبصيل، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. وكنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو هذا، وما تبخلوش عليا بالبصيمات ديالكم. ودابا نخليكم نتلاقاو فيديو الجاي ان شاء الله.